ازاي اتحكم في الشهيه بتاعتي وما اكلش كتير عشان ما اتخنش؟ تعال اقول لك. اول حاجه البروتين. طبعا البروتين بيعمل على قدح الشهيه او بيقلل الشهيه، فلازم اكتر من البروتين. هلاقيه في اللبن، في السمك، الفراخ، اللحوم. تمام. تاني حاجه الكرب بتاعي لازم يكون كرب معقد، عشان الكرب المعقد بيديني شبع لاطول وقت ممكن. هلاقيه في الشوفان، في البطاطا، البطاطس. وكمان دهون صحيه هلاقيها في الافوكاتو، المكسرات، زيت الزيتون. طبعا كل الاكل ده في اطار سعراتي عشان ما اتخنش. رابع حاجة وأهم حاجة لازم أعدل في وجباتي، آكل وجبات كتير برضه في إطار السعرات عشان خاطر ما أحسش بالجوع. يعني ما آكلش وجبة ولا وجبتين بس. لما آكل وجبة أو وجبتين في اليوم هاكل أكل بكميات كبيرة، فده هيخليني أتخن. خامس حاجة النوم. لازم أنام من 7 ل9 ساعات عشان خاطر النوم ليه فوائد كتير، منه بيحرق في السعرات بشكل كبير جدا. لو أنا عندي ضغط مثلا في الشغل أو في البيت، أحاول أسيب البيت أو أحاول أخف من الضغط أو الاسترس اللي أنا فيه، عشان خاطر عقلي أو مخي بيخليني